إنجاز تاريخي والمرور إلى دور المجموعات في أول مشاركة ليه في كأس الاتحاد الأفريقي. مهمته كانت تتطلب في نفس الوقت عدم قبول هدف يصعب عليه الأمور، ووضعية بمختلف فرضياتها عاش قوافل قفصة في مباراته أمام سان داونز، واللي كانت بدايتها بسيناريو جعل الحلم يقترب إلى الحقيقة. الدقيقة الرابعة رضوان بن وناس يتوغل من الجهة اليمنى ويغالط الحارس ميرلان. في المقابل شكل بيتير ندولوفو خطر متواصل على دفاع القوافل، وبعد 3 محاولات يتمكن في الرابعة من مباغتة أنيس الزيتوني. الوضعية تصعب على قوافل قفصة أمام منافس كان متفوق من حيث التنظيم والإمكانيات الفنية للاعبيه. الشوط الثاني سجلنا خلاله تراجع في أداء سان داونز، استغلوا أبناء المدرب فريد بن بلقاسم لفرض ضغط ما كانش فيه الحل الفردي الاختيار الأنسب. دخول فوزي خميلة مكان داو بكري جعل هجومات القوافل أكثر خطورة، لكن التجسيم كان الحلقة المفقودة. نلعب دقيقة 89، كرة المباراة تجي من توجيهات سانوغو، والتركيز يغيب على رضوان بن وناس وتغيب معاه إمكانية المرور لضربات الجزاء لتنتهي المغامرة الأفريقية.